السلام عليكم، مرحبا. بتاعتي شرائح كده، يعني شرائح طولية كده، بحيث إن أنا أقدر إن أنا بعد كده أقطعها كويس. زي ما حضرتك شايفة نسبة العروق قليلة جدا ورفيعة. هبتدي أقطع الكبدة شرائح صغيرة حسب شكل القطعة، يعني ممكن زي الفل، بسم الله ما شاء الله يعني. هبتدي أركن الكبدة بتاعتي على جنب، وهبتدي أعمل الخضار الفلفل اللي أنا هستخدمه في الطبق الكبدة، لأن الفلفل من الشيء الأساسي من تكوين الطبق. هبتدي أقطع الفلفل الأحمر، أنا معايا نص فلفلة بس من الفلفل الرومي الأحمر. هبتدي أقطعها شرائح برضو طويلة بشكل قطع الكبدة. يعني أنا قطعت الكبدة شرائح طويلة، يبقى الفلفل يتقطع برضو بنفس الشكل شرائح طويلة. وانا بس قطعت يعني نص فلفلة، لان انا هحط فلفل اخضر لسه، وانا مش عايزة كمية الفلفل تبقى اكتر من الكبدة. انا بحب ان الكبدة هي الطبق الرئيسي، هو ده الحاجة الغالبة على الطبق. انا ما باكلش حاجة تانية، انا عايزة اكل كبدة. فانا هقطع برضو الفلفل بنفس الطريقة، بشكل طولي شرائح طويلة. وهجيب كمان نص فلفلة حارة. طبعا الكبدة الاسكندراني من اساسياتها انها تبقى حارة، وطبعا انا جبت نص فلفل عشان ما كترش نسبة الحرارة جواها. ومعايا قرن كمان من الفلفل الاخضر. الفلفل الحار والفلفل الاخضر القرن الاخير ده انا هركنه في الاخر، ده انا هضيفه لطبقي في النهايات.
ينزل من الكبدة. انا كان ممكن اعمل الكبدة الاول وبعد كده انزل بالفلفل او احطهم الاتنين مع بعض، لكن انا مش عايزة الوان الطبق بتاعتي تتغير. زي ما حضرتك شايفة كده لونه جميل، هركنه على جنب وهنزل بمعلقة من الكبدة في الزيت اللي اتبخر بطعم الثوم والكزبرة والكمون، وهقلب كل الكبدة بحيث انها تاخد صدمة، وبرضو بنفس الطريقة هنشيلها من الطاسة بتاعتي وهركنها في طبق جانبي. الغشاء الخارجي ولونها رائع زي ما حضرتك شايفة، وتعتبر الكبدة بتاعتنا دلوقتي يعني ميديم، انا مسوياها نص تسوية، وزي ما حضرتك شايفة طرية خالص جدا يعني، وهتشوفيها كمان من جوه. بس انا هوريها لك من جوه في نهاية وانا بخلص الطبق بتاعي، عشان اعرفك ان انا وصلت للدرجة دي بالطريقة دي بالتقنية دي، لان انا عايزة في النهاية اوصل لان الكبدة بتاعتي تكون من جوه طرية ومش ناشفة زي ما حضرتك شايفة، والقطعة مفرودة ولونها رائع حقيقي يعني. طبعا انا هكمل كل الكمية بتاعتي بنفس الشكل، واحنا لغاية دلوقتي ما اضفناش ملح، يعني احنا كده خلصنا الكمية زي ما حضرتك شايفة. انا ما اضفتش اي نوع من الملح. هتقولي لي ما حطيتيش ملح ليه؟ هقولك عشان الملح هيساعد الكبدة انها تخرج العصارة بتاعتها. زي ما حضرتك شايفة كده تتاكل حالا يعني. انا هسيب الزيت بتاعي يتبخر من السوائل اللي فيه اللي هي نسبة المية اللي نزلت من الكبدة، وهصفي الزيت بمصفى، ده الزيت اللي كان معانا قبل كده. هنزل بقى بكمية الكبدة بتاعتي كلها مرة واحدة. خلاص انا ما عادش عندي قلق ان ممكن الكبده تجيب ميتها، خلاص انا عملت لها الصدمه والكبده بتاعتي طريه من جوه وجوسي ورائعه، ولونها زي ما حضرتك شايفه كده. هبتدي اقلب الكبده في الزيت، وممكن حضرتك في الاثناء دي تحطي معلقه سمنه بلدي لو انت بتحبي الطعم الدسم. وانا نزلت دلوقتي بنص المعلقه الثوم الباقيه، ودلوقتي في الاثناء دي هبتدي اضيف الملح بتاعي، وطبعا الملح حسب الرغبه، وهضيف كزبره ناشفه، وهضيف كمان كمون عشان ده التست الاساسي للكبده الاسكندراني. دي مكونات الطبق: الكزبره والكمون الكزبره والكمون والثوم والفلفل والليمون والخل. دي لكن الكبده الاسكندراني الكتاب ما قالش ان هي بيتحط فيها بصل، ده من الاسكندرانيه نفسهم يعني. انا بعمل لك طبق زي ما قال الكتاب بس بطريقه ليلى. زي ما حضرتك شايفة كل الخضار معانا مصحصح، اللون الكبدة رائع. انا ده اللي انا عايزه اوصله في النهايه، ان لا الكبده خرجت دمها وغيرت لي لون الفلفل بتاعي، ولا لون الفلفل لونه احمر زي ما هو واخضر زي ما هو. هبتدي دلوقتي اطفي الكبده بتاعتي، هنزل عليها بمعلقتين كبار من الخل. ده اللي هيديني التست بقى الكبده الاسكندراني المعروف. وهبتدي كمان انزل ببقيه البهارات اللي موجوده عندي، الكزبره والكمون، وهعصر النص ليمونه عليها. حابه تزودي ليمون تاني مفيش مانع، دي بقى بتبقى حسب الرغبه. وهقلب كل مكوناتي في بعضها بحيث ان الكبده بتاعتي تتشرب من كل التست اللي انا عملته ده، الثوم والليمون والكزبره والكمون
حابة حضرتك تضيفي فلفل، لو حابة تضيفي فلفل ضيفي فلفل ابيض وبلاش الفلفل الاسود عشان هيسود. زي ما حضرتك شفتي كده، انا ده اللي انا عايزة اوصل له، الطراوة دي واللون الجميل ده من جوه. يبقى كده احنا كبدتنا ممتازة ونجحنا في ان احنا نوصلها للدرجة الجميلة اللي حضرتك شايفاها. كل حاجة انا هستطعم بالطبق، في كل حاجة في كل مكون انا حطيته. وزي ما انت شايفة الخضار مصحصح وزي الفل. هقلبها في بعضها وكده يعتبر قطعة مفرودة. كده يعتبر الكبدة بتاعتنا انتهت. وزي ما حضرتك شايفة كده العصارة اللي نازلة دي هي التيست النهائي اللي انا كنت مستنياه. بعكس لما تبقى الكبدة عايمة في كمية كبيرة من المية، انا ضيعت الجمال بتاع الكبدة، والكبدة بتاعتي في النهاية بقت مفرولة. كده احنا وصلنا خلصنا الطبق بتاعنا. هنبتدي دلوقتي نهشتك الطبق بتاعنا بان احنا نحطه في طبق كده امور وجميل يكمل الجمال بتاعنا للنهاية. وزي ما تعودنا قبل كده احنا عندنا فقرة ازاي نقدم الطبق بتاعنا، وفي نفس الوقت زي ما احسننا البداية لابد ان احنا نحسن النهايات بتاعتنا. هنبتدي نحط الكبدة بتاعتنا في المنتصف وهنعملها على شكل هرمي، ومش هوصلها لحواف في الطبق عشان اظهر جمال الطبق بتاعي، وكمان الطبق بتاع الكبدة يبقى فيه بهجة وجمال. بكده احنا نعتبر خلصنا من الطبق بتاعنا. هنحط له شوية رطوش بسيطة جدا. هننزل شوية من الصوص عشان الصوص ده الطعم الرائع اللي بيضغي على طبق الكبدة. وهبتدي دلوقتي احط شريحتين من الليمون، نوع من انواع الديكور. ان حضرتك طبعا الباقي دوت انا هحطه في طبق تاني وهنقدمه بشكل مختلف. هحط شريحتين من الليمون نوع من انواع الديكور، وفي نفس الوقت لو حضرتك عايزه تزودي براحتك. وهحط شويه كزبره خضراء يكسروا له الالوان ويدوني ريحه حلوه في الطبق بتاعي ومنظر جميل. في النهاية يبقى طبق مشهي. إذا عجبكم الطبق بتاعنا النهاردة يا ريت ما تنسونيش من اللايك ومن الشير والدعاء ليا وللست الوالدة بالرحمة والمغفرة، وأكون سعيدة جدا وممنونة. وأسيبكم تستمتعوا بالطبق بتاعنا ونهشتكم مع عيش أسمر ونستمتع بجمال الطبق بتاعنا. أسيبكم في رعاية الله. مع ألف